مجلس الشعب؟ فين مجلس الشعب؟ انت واقف تستنى لما يقع وتقول ده الغلطان هو صاحب قرار او حكم المحكمة، ولو انه ما حكمش كنت زلت. طب ما هو ما حكمش في غيره، ما حكمش في عشرات الالاف وانت ما زلتش، وبتقول سيادتك الكلام واسع اهو واضح. اصل الدراسة الامنية قالت مش ممكن، اصل انا مهندس، ده حظكم الوحش. ما ينفعش الكلام ده يتقال، الكلام ده يجب ان لا يقال. هناك عبارات قاسية، واذ نحن نشكر هذا الاهتمام، لا اعتقد تماما ان توجه الاتهام بمستوى رئيس الحكومة ومستوى سيد وزير الاسكان ووزير التنمية المحلية والحكومة كلها بهذه القسوة يا سيدي، بعد ان استمعت الى ما يحاط بالموقف، ولا تعليق لي على قسوتك، وشكرا. انا مش قاسي، انا بتكلم بموضوعية معالي الوزير. ما بيني وبينك من علاقة شخصية لا يمكن ابدا ان تطغى على اني احاسبك واتهمك واكون قاسيا عليك كوزير مش كشخص. ده واجبي. اذا ما حدش بينفي ان شيء فظيع حصل، شيء خطير حدث. المهم ان احنا ما نقعدش نتباكى على هذا الحدث، ان احنا نتخذ منه عظات ودروس للمستقبل. مسألة بقى يعني المحاسبة وناخد دروس معالي الوزير كمال الشاذلي، انا ما اتكلمتش في المسؤولية الجنائية، بس احنا مش عايزين دايما ناخد دروس وبس، ناخد دروس نظرية واقعية نطبق في المستقبل ونحاسب المسؤول. نحاسب المسؤول، ولا دي مش واردة؟ كنت اتمنى ان اسمعها من معالي الوزير. المحاسبة السياسية بتؤدي في كثير من الاحيان الى استقالة المسؤول واستقالة الوزارة واستقالة فناخد الدروس. ايوه انا قلت ومطلوب، لكن ونحاسب المسؤول. معالي وزير الاسكان الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم سليمان عايز يرد على طرد الإحاطة، مكتوبه له من المكتب بتاعه بس مكتوب ما فيش رد على الاستجواب، فعايز يتكلم عن طلبات الإحاطة. لما انت مش جاهز بترد ليه؟ بتضيع وقت المجلس. جايز انا مش هعلق على ما قاله الاخ العزيز الاستاذ محمد مرسي على المكتب بتاعي كتب ايه قبل ايه ورديت على طلبات الاحاطه ولا الاستجواب، لان احنا واقفين جايين نرد على جميع ما اثير في المجلس الموقر يعني. فاحنا يعني ما يعني انا مش هعلق على الجزئيه دي، لكن حظك ان انا مهندس فهعلمك كذا حاجه. نمره واحد، بلاش دي حتى لا تحول المسألة الى يعني مشاجرة بالالفاظ النابية الغير ملائمة لان تقال في هذا المجلس. يعني انا حزين ان اسمع هذا اللفظ الغير مناسب لشخصي، وانا استاذ في الجامعة هو غير اكتر من محمد ابراهيم سليمان، وانا رئيس قسم المواد في كلية الهندسة غصب عن محمد ابراهيم سليمان. تحذف مع غصب عنه. لو سمحت اكمل لانه قال. لا هو ما انا هكمل عشان وبعدين لما تقول غير ملائم انا اعلمك. انا هكمل. تعالى علمني انا يا دكتور. انا مش مهندس. لا انا بقول كلام اعلمك لو فيها تجاوز ما يقولش غصب عنك. كلام واضح يا سيدي. انا بقول كلام واضح بيقول تحذف كلمة اعلمك وتحذف كلمة غصب عنك. اتفضل بقى كمل. الوزير كمال الشاذلي قال له بلاش بقى كمل بقى. انا ارى ان احنا ما نحولش الموضوع، مش عايزين نتكلم. خلاص انتهينا خلاص. انا قلت الكلام. مسألة عارف يا دكتور مرسي، انت استاذ جامعة، ممكن تقول لي علمك استاذ الجامعة لما له ماشي لا بس مش دي الطريقة يا استاذنا. استاذنا الكريم يا استاذنا، انا بقول لك دايما يا استاذنا مش دي الطريقة. انا اقبل ان اتعلم من اي حد، لكن في مجال اصغر مني اكبر مني اقبل، لكن في مجال حاجات محددة ما يتقالش بالطريقة. تجاوزنا هذا عفى الله عنه.